نتيجة تحرك طيب السفيرة الرعاية الصحية الأولية مشيرة خطاب أساسا قبل بتقول المدن والحضر يعني. بص، هو أولا يعني حضرتك كنت وزيرة سابقة في وزارة اسمها وزارة الأسرة والإسكان. زمان كان سهل إن الناس حضرتك النهارده كنت شغالة بتعملي إيه بقى؟ المرأة أخذت حقن بتعدلي في القوانين؟ ليها رأي إمتى تتجوز، ليكي دخل بالشقق؟ فبتتجوز في سن أما وزارة الإسكان بتعمل إيه؟ أما في وزارة أسرة وإسكان. فالأسرة النهارده إزاي طيب؟ دي حاجة. الحاجة التانية كانت إيه مدى صلاحيات هذه الوزارة؟ بتصمم إن ولادها يتعلموا، لأن سبب الانفجار يعني إيه السكاني صلاحياتك؟ اللي كنا بنعاني منه إيه بنود تنظيمك للأسرة وللسكن؟ إذا كان في ناس ما عندهمش أسر وبيلموا لهم تبرعات، وصحة إيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها؟ ده هما أصلا مرضى ومفيش علاج، في عجز في المستشفيات. مطب الحقيقة هو زي غش السر. فأنت أنا مش النهارده يعني النمط السكاني المصري هو نمط سكاني لدولة صناعية متقدمة، طبعا ده بيفرض تكلفة لأنه طبعا ما حدش بيقول الحقيقة. ليه بقى؟ أنا هقول لك دلوقتي ليه. أنا هفهمك ليه الناس دي موجودين في الساحة، وليه هم اللي ظاهرين، وليه بيفضلوا هم في الصورة. بص يا بنت، هو دلوقتي غير قادر انه يقول ان انا لما بطلب طلبات او بعمل تجهيزات او بحاول انمي في الوزاره اللي انا شغال فيها او اشوف ايه صلاحياتي وابتدي اطبقها، يا اما هو ما بيلاقيش الفلوس دي بتتورد له بسبب العجوزات بتاعت الدوله، فهو ما بيقدرش يقول كده، ويقوم جاي فاتح له 3 4 مشروعات بمبلغ فلكي، وهو اصلا صارف ملاليم، والشركات كلتهم من الباطن ودخلوا في بعض، وخمسة ستة خدوا الفلوس قسموها على بعض واتكلوا على الله. وفي ناس خدت فرافيت، وفي ناس خدت ايه قد غلق فلوس ومشي. تمام؟ ويفضل بقى ايه يغني على مود اللي هو كان موجود فيه ايام ما كان في الوزاره او كان موجود فيه حاليا، ان هو عمل انجازات. طبعا دي لا هي ضريبه بلد ولا هي دي ضريبه برامج سياسيه، كلكم بتغنوا وتردوا على بعض. ده للاستاذ اللي في قناه الشمس بتاع برنامج كل الكلام. يا ريت يكون عندك تفتيش كويس. يعني انا مش عارف اقول لك انفجار سكاني، عندي 1,000,000 كيلومتر مربع، ووزيره متعلمه وعندها دكتوراه بتقول لك ده انا عامل ترعه كده اسمها ترعه اسماعيليه كمصر بقى 137 كيلو. ده دولة تانية لو عملتها في الصحراء الغربية تاني. انت بتهزر يا ابني؟ بتهزروا؟ انتوا مصدقين اللي انتوا بتقولوا؟ المفروض ان دي في منصب وزيرة او كانت سفيرة وعندها تخطيط وعندها تعليم عالي. طب انت عارفة اسماء البرامج اللي انا حاططها على قناة برنامج كوكب الارض؟ المفروض ان سيادتك طالما في الكلام ده المفروض ان انت تكوني عارفة البرامج دي وبيتعمل لك بيها بروجرام للشغل اللي هيتنشر. طلبت منهم تشغيل بقى للأسر اللي اتدمرت دي. طب طلبت بيوت اسقف؟ حضرتك حقوق الانسان ما عملتيش اي حاجه، ولا هو هيسألك. وهو لو هو هيسأل الأسئلة دي محدش هيجيب. في ناس لما تقول حقوق هيتشهر بس يقال ان المفروض هيتقبض عليه ويقعد في البيت لو قال الأسئلة دي. فانا عشان كده قررت ان انا اي قناه تجيلي امضي معاها اخد نص ساعه هوا كل يوم. عشان تضمن لازم تؤمن بفايدة. مش مستني بقى حد يكلمني على عقد ولا حاجه.